يا مساء الفل عليكم ويا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في قناة نيكست ويف وبرنامجكم رحلة الى المجهول. ومعاكم مي خالد والشهرة نمنم. ومبدئيا كده انا بعتذر لكم على صوتي عشان البرد مش سايب حد مع الاسف. النهاردة بقى هنتكلم عن قلعة لب، ويا ترى ايه اللي حصل في القلعة دي. قلعة لب هي بتقع في أوفالي بأيرلندا، وبتعتبر واحدة من أكتر القلاع المسكونة في العالم، وبيرتبط تاريخها الدموي بالعديد من الأحداث العنيفة والمروعة اللي خلتها مركز لكتير من القصص والأساطير المخيفة. وتأسست القلعة في القرن ال14 عن طريق عشيرة أوكارلوز، ودي كانت العيلة الحاكمة، وشهدت صراعات كتير دامية على السلطة. ومن أشهر الأحداث حادثة بتتعلق بكنيسة القلعة، واللي لقبت باسم الكنيسة الدامية. وبيتقال بقى انه في القرن ال16 دخل احد من افراد عائلة اوكارول اللي كانوا بيحكموا القلعة في الوقت ده الكنيسة اثناء اقامة القداس، وطعن اخوه الكاهن لحد ما مات قدام المصلين، وده طبعا بسبب النزاع اللي كان موجود ما بينهم على السلطة. بيتقال بقى ان روح الكاهن لا تزال تجوب في ارجاء القلعة. وفي تقارير بقى بتؤكد ان بعض الناس كانوا بيسمعوا اصوات غامضة، اصوات صلوات بتتلى في الظلام من غير اي مصدر واضح. وفي القرن العشرين أثناء لما كانوا بيرمموا القلعة اكتشف العمال غرفة سرية في القلعة بتعرف باسم الأوبليت، وهي بتكون نوع من الزنزانات اللي كان بيترمي فيها السجناء لغاية لما يموتوا ببطء. ولقوا كمان هياكل عظمية لبقايا عشرات الأشخاص، وكانت الأرضية كلها متغطية بالعظام البشرية. وبيعتقد ان العيلة الحاكمة كانت بترمي اعدائها في الحفرة وبيسيبوهم لحد ما يموتوا من غير اكل ولا مية حتى. وبتقول القصص ان اصوات الصراخ والانين مازالت بتتسمع من الاوضة دي حتى يومنا ده. وبيتقال كمان ان القلعة كان بيسكنها مخلوق غامض بيعرف باسم إت، وهو كيان مرعب جسمه صغير في حجم الخروف، ووشه متحلل بيشبه الجثة، وان عينيه كمان كانت سودة وفارغة. وبيتقال ان ظهوره دايما كان مرتبط بريحة الكبريت والتعفن، وده اللي خلى البعض يعتقد انه كيان شيطاني. وبيعتقد البعض الآخر إن المخلوق ده ممكن يكون روح لشخص مات جوه القلعة، أو إنه ممكن يكون نتيجة لتعاويذ سحرية ألقيت على المكان خلال العصور الوسطى. وبتشير بقى بعض القصص إن العيلة الحاكمة في القلعة عشيرة أوكارول ممكن تكون استخدمت السحر الأسود لحماية السلطة بتاعتهم، أو عشان يتخلصوا من أعدائهم. وبيتقال ان بعض افراد العيلة كانوا على دراية بالسحر والتعاويذ الغامضة، وان القلعة كانت مكان لممارسة الطقوس الخفية، وانه ممكن يكون مرتبط بالظواهر الغامضة اللي حصلت لحد النهاردة. كان في بقى نظريتين حوالين موضوع السحر ده. النظرية الأولى بيعتقد إن إت هو نتيجة للعنة ألقتها ساحرة قديمة كانت بتعيش في المنطقة، وإنها كمان ممكن تكون اتقتلت جوه القلعة خلال فترة محاكمات السحرة، وده اللي خلى روحها بتفضل معلقة وبتكون سبب في الظواهر الغريبة والخارقة اللي بتحصل. النظرية التانية بقى إن بعض المؤرخين بيعتقدوا إن إت ربما يكون نتيجة لطقوس سحرية عملها أحد أفراد عائلة أوكارول عشان يستدعوا كيان خارق للطبيعة، وإنهم بعد ما استدعوه فقدوا السيطرة عليه، ففضل الكيان ده محبوس جوه القلعة. وإنه بالفعل تم العثور على نقوش قديمة غامضة على بعض الحيطان، وبيعتقد إنها رموز سحرية أو تعاويذ حماية. وإن بعض المؤرخين
لم يتمكنوا من تفسير جميع الرموز، لكن البعض بيعتقد إنها ممكن تكون تعويذ لإبعاد الأرواح الشريرة أو لتعزيز قوة العيلة الحاكمة. وكمان في قصة بتتحكي عن السيدة الحمراء. بيتحكي في كتير من القصص عن ظهور شبح لامرأة بترتدي ثوب أحمر وبتتجول في القلعة وهي ماسكة خنجر. والأسطورة بتقول إنها كانت سجينة في القلعة وتعرضت لانتهاكات بشعة ومروعة، وبعد كده قتلت نفسها باستخدام الخنجر. ومن ساعتها بقت تظهر في الممرات، وبيحس الزوار بوجودها أحيانا على شكل برودة مفاجئة، وإنهم كانوا بيحسوا بخوف شديد من غير أي سبب واضح. في قصة تانية بقى بتتكلم عن شبحين لطفلتين صغيرين بيجروا في ممرات القلعة وبعد كده بيختفوا فجأة. وبيعتقد إنهم 2 إخوات عاشوا في القلعة خلال القرن ال17 وماتوا في حادث مأساوي. وبيقال إن بعض الزوار شافوهم بيجروا ناحية السلالم وبعد كده بينطوا منها. ولكن الزوار لما كانوا بييجوا يقربوا ناحية المكان اللي فيه الطفلتين ما كانش بيبقى ليهم أي أثر. وبيبلغ كتير من الزوار عن أصوات غريبة بتسمع في القلعة، زي مثلا أصوات همسات وأصوات لصرخات بعيدة. وبيشير البعض إن الأبواب كانت بتتفتح وبتتقفل من تلقاء نفسها، وأحيانا كانوا بيحسوا بإيد غير مرئية بتلمسهم وبتدفعهم برفق لما بيطلعوا للسلالم. وبيقال إن القلعة كانت بتستخدم في بعض الفترات لإقامة طقوس وثنية أو شيطانية، وخاصة لأنها بتقع في منطقة نائية جدا. والتقارير بتقول إن الزوار الحديثين شافوا دوائر غريبة من الرماد أو الدم في بعض غرف القلعة، وده اللي بيأكد إن بعض الأشخاص لا يزالوا بيمارسوا طقوس غامضة هناك لحد النهاردة. على الرغم من سمعة القلعة المرعبة، بس لا تزال قلعة لب مفتوحة للزوار، وبيحرص كتير من المستكشفين والمحققين في الظواهر الخارقة على زيارتها عشان يسجلوا الظواهر الغريبة اللي بتحصل. وبعض الأشخاص بيأكدوا إنهم بالفعل خدوا صور بتحتوي على أشكال غامضة أو ظلال غير مفسرة. وسواء بقى كان السبب في الظواهر الغريبة دي هو تعاويذ قديمة أو لعنة أو حتى تاريخها الدموي، إن قلعة لب هتفضل واحدة من أكتر الأماكن غموض ورعب في العالم. وقولولي بقى، هل بتعتقدوا إن القصة حوالين التعاويذ دي ممكن تكون حقيقية ولا إنها مجرد أساطير؟ وهل ممكن تزوروا مكان زي قلعة لب ولا لأ؟ وهستناكم تبعتولي رأيكم في الكومنتات، ويرب يكون موضوع النهاردة عجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناة نيكست ويف عشان يوصل لكم كل جديد، وتصبحوا على ألف خير.